يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا يعني الواحد مش عارف يقول ايه ده، ايه الزفت اللي احنا شفناه النهارده ده؟ يعني هو ده منتخب مصر صاحب الرقم القياسي في الفوز بالبطولة بيلعب مع منتخب متواضع؟ ده اقل المجموعة بتاعتك، ها؟ ومن غير زعل بقى، مش هقول منتخب مصر، هقول منتخب صلاح زي ما الاعلام عمال ينفخ، اللي احنا في كل بطولة بنعاني منه. في ايه؟ لا بجد هو في ايه؟ يعني ما هو النفخة دي مخلياه النهارده واقف متعالي في اللعب. النهارده انا شايفه كل الفرقه بتخدم على محمد صلاح، لازم صلاح هو اللي يهدف. يعني ليه؟ انتوا صدعتونا بالموال ده. كذا بطوله بنتكلم في بنفس يعني هو تكرار، ويا ريتنا حتى خدنا بطوله لعب فيها. يعني احنا كل بطوله على نفس في ايه يا جماعه؟ ده يعني هو صلاح وحش ده على كده بقى المدير الفني ما يقدرش يطلعه؟ ده بقى حكومه في ارض الملعب. انا شايفاه النهارده، ومش النهارده، من كذا بطوله فاتت انا شايفاه ان هو عالي على المنتخب. انا شايفه صلاح عالي على المنتخب. النهارده يعني فيتوريا بيخدم على صلاح، ما بيلعبش بطريقه تساعد المنتخب على انه يعمل اي حاجه. واللي انا شايفاه ان لازم صلاح هو اللي يهدف، لازم صلاح هو اللي يسجل. ده عشان ايه كل ده؟ انا النهارده شفت منتخب مصر مفكك، مفيش ولا لاعب ظهر يعني بيأدي بشكل كويس، ولا خط وسط ولا دفاع. انا ما شفتش النهارده حاجه خالص. محمد صلاح كان الأسوأ على الإطلاق. هو ده منتخب مصر اللي المفروض إنه رايح ينافس على البطولة؟ هو ده المنتخب بجد والله؟ يعني ده المنتخب اللي هو كان مفروض بيخض كل الفرق الأفريقية، اللي كان بيطلع من النهائيات؟ مش هنقول كان بياخدها عشان احنا بقالنا كذا بطولة ما بنتهببش على عينينا ناخد حاجة. لا، مش هو ده مش منظر منتخب رايح ينافس على بطولة. الدفاع فيه أخطاء كارثية، لا هاني ولا عبد المنعم ولا حجازي النهارده حد فيهم كان في مستواه. النهارده مفيش نص ملعب أصلا. وأنا مش عارفة ليه ما بدأش بمروان عطية من البداية. ليه يعني أنا شايفة إن مروان أفضل من النني 100 مرة. مش عشان يا جماعة اللعيب محترف، يعني مش كده يا جماعة. الوحش يعني، ولا انت داخل على موزمبيق بقى فانت مستهتر؟ ما انت نتيجة استهتارك دي كانت هتكوعك. انت النهاردة متعادل بالعافية. زيزو، كابتن زيزو النهاردة، زيزو مش هو زيزو اللي بنشوفه مع الزمالك، ولسه لحد اللحظة دي زيزو ما قدمش الأداء المنتظر منه مع المنتخب. حمدي فتحي مش هو ده اللي احنا عارفينه. كل اللعيبه النهارده كانت مش في المستوى، دون المستوى فعلا. هو ده المنتخب اللي كان وصل للنهائي مرتين في اخر 6 سنين؟ هو ده المنتخب اللي خد البطوله 7 مرات؟ هو ده منتخب مصر اللي كان اسمه بيرعب بيخض كل منتخبات افريقيا؟ ليه؟ النهارده كل اللعيبه مع الجهاز الفني كانت حرفيا خارج نطاق الخدمه، واولهم الاسطوره محمد صلاح. وانت يا عم فيتوريا بجد، عشان انا النهارده حسيت ان يعني ان انا قاعده قدام اسوريو بجد، وحياه ربنا اقسم بالله. انت بتهبب ايه؟ انا النهارده لا عارفه صلاح بيلعب فين
ولا بيلعب ايه ولا بيلعب ليه اصلا. يعني ده حتى ضربة الجزاء اللي شاطها دخلت بالعافية. وزيزو وكلنا عارفين ان زيزو بيأدي بشكل كويس جدا كجناح. انت حضرتك بتلعبه في نص الملعب ليه؟ وبتودي يعني نص الملعب في 60 داهية من انه مش مركزه. محمد حمدي النهارده هو عمل الاسيست بتاع الجول الاولاني، ولكن ما عملش ولا عرضيه عدله. وبرغم انه عمل الاسيست بتاع الجول الاولاني اللي انا تقريبا كده حسيت ان هو عمله بالغلط، ما كانش يقصد، فقرر ان هو يصلح غلطته وايه بقى ويحط في الشناوي جول عالمي النهارده. يعني كان هيبقى يعني محمد حمدي يعني مش دخل جون عالمي في مصر. في ايه؟ وبعدين هو محمد حمدي ده افضل من حسين الشحات اللي انت مخدتوش؟ ده سؤال. والله افضل من فتوح اللي انت مقعده على الدكه ومعرفش ما بداتش انت يعني كنت مخليهم وقلت ده موزمبيق ده بقى نادي تافه، يعني فرقه تافهه كده هنروح مدينها زو وخلاص ومش مستاهله ان انا انزل كروتي كلها واحتفظ باللعيبه بتاعتي. كانت هتشلوحك النهارده. ولا هو اساسا محمد حمدي ده احلى، يعني هو احسن؟ انت شايف ان هو احسن من مرموش اللي انا كنت شايفه ان بدل ما انت سبته في التغييرات لا كنت بدات بيه كان هيبقى افضل. ليه ما كنتش تبدا بيه؟ ليه؟ انا بصراحه الواحد محروق دمه بجد والله العظيم. يعني انت بتلعب النهارده مع اقل منتخب معاك في المجموعه، ولسه معاك الراس الاخضر. الراس الاخضر ده بيتطور بشكل كبير، ولسه غانا والراس الاخضر قدامك. وانا بقول لك اهو من دلوقتي الراس الاخضر اخطر من غانا على مصر. ولو اللعيبه بتاعتنا دي ما ظبطتش وفاقت كده والاخ محمد صلاح سابه من الرعونه اللي هو فيها دي يعني وبلاش يلعب بتعالي، لا ده ممكن جدا الراس الاخضر يبقى سبب ازاحتك، سبب ازاحه منتخب مصر من البطوله دي. وربنا يستر. وامبارح منتخب كوت ديفوار فاز، هزم غينيا، فاز على غينيا بساو 2-0. ومنتخب نيجيريا اتعادل 1-1 مع غينيا الاستوائيه. وطبعا منتخبنا النهارده بجلاله قدره اتعادل بدعاء الوالدين مع منتخب موزمبيق، وربنا طبعا يكملها علينا بالستر. والراس الاخضر لو اتعادل مع غانا، يعني احنا بندعي ان هو يتعادل مع غانا النهارده عشان يفضل وضع المجموعه على ما هو، وربنا يلطف ويستر في اللي جاي. ربنا يلطف ويستر في اللي جاي، لان بالمنظر ده الفرقه دي المنتخب بالشكل ده مش هيقدم حاجه ولا هيوصل للنهائيات، حتى هيطلع من بدري. فربنا يستر في اللي جاي. مفيش اي حاجه تاني نقولها، ويلا سلام عليكم.